عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من برنامجكم دويره في الانستغرام. اليوم عندنا مجموعه من الخبيرات الزوينه باش نكتشفوهم كاملين. غندوزو لاول فقره واللي هي فقره الاكسبلور. الموضوع اكثر انتشارا في الاكسبلور المغربي هو موضوع طلاق ساره ابو جاد مع عبد الله ابو جاد، من بعد ما داز في البرنامج ديال سلمى اقصبي وعطى مجموعه من التصريحات اللي قالوا فيها مجموعه من المتتبعين ديالهم انها كانت مهينه في حق ساره ابو جاد. هاد التصريحات هذه كانت من بينها انه عنده صراعات مختلفه وكثيره مع العم ديالو اللي هو الاب ديال ساره ابو جاد، وكذلك صرح بانه ما بقاش كيبغيها. هاد التصريحات هذه خلت ان الهجوم يكون كثير عليه في هذا الاسبوع هذا من طرف المتتبعين ديالهم او المعجبين اللي كانوا معجبين بهذا الكوبل هذا، اللي كانوا كيتابعوا مجموعه من الناس في اليوتيوب وفي الانستغرام ديالهم. ساره ابو جاد وصلت لاكثر من 2.5 مليون متابع في الانستغرام ديالها، واللي عطات مجموعه من التصريحات في ستوري ديالها. لكن ابو جاد ما سكتش وحتى هو جاوب على هذا الموضوع هذا ودافع على راسه، وقال باللي الناس اللي كينتقدوا في الكلام اللي قال في الحلقه اللي مع سلمى اقصبي كانوا كاملين ما شافوش الحلقه وغير تبعوا الموجه وشافوا اشنو كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي. غنخليكم مع التصريحات ديالو. نحكوا غنلعبوا غنقرا شويه القران ان شاء الله، نحاول نجتهد ونحاول نتريني يا ربي. اليوم غير هو بغيت نهضر بواحد الموضوع، هو موضوع الساعه لو بوز. ابارامون بزاف يهمهم امري. دابا فين تدخل طوندونس تلقاني وليت رقم واحد في طوندونس في ديك الحلقه. دونك شكرا، لان فريمون هذيك الحلقه بالضبط بغيتها تشاف، لان كنقول فيها كلشي على باركور ديالي، على رسالتي، على الحرقه ديالي مع لي جون، علاش باغيهم يوصلوا، باغيهم يدبروا على راسهم. وكنقول بوكو دو شوز اللي صراحه انا فرحان، انا فخور ان ديك الحلقه دابا طوندونس اخيرا، شي حاجه انا فخور بها. اوكي، غير هو كاين واحد المشكل. انا بارح راه اللي متبعني عارف كان عندي كور، كنت مشغول، موراه غرقت في داكشي ديال الباك. الله يوفقكم يا ربي هذا العام ان شاء الله. ما شفت شنو نايض عليا، تبازيت غير على لي ميساج يوصلوني على واتساب، لي زابيل الى اخره. الناس واعيين، كلاس تيجي كيهضر لي على الباركور ديالي، تقول لي تبارك الله عليك حنا معاك لو غران فخير نيفو. فرحت فريمون، كنت فخور. ايوا في الليل دخلت الانستغرام وانا نتصدم على باج ناشطين شادين فيها مزيان. انا اللي ما متفقش معاه هو انت ايها المشاهد، انت ايها الجمهور، واش ما قادش تكون راي لراسك؟ ما يمكنش. شوف الحلقه كامله فيها 40 دقيقه ولا اكثر، عاد كون راي شخصي محض، ما تبازاش ليا على اش يقولوا الناس وعلى استعمال العاطفه. فيق معايا. الوغ نصيحه اللي غيعطيك ابو جاد، غنستغل البوز ديالي وغنعطيك نصيحه من ذهب. كون رايك شخصي مبني بناء تام، ما عمرك ما تحكم على الحاجه حكم قاتل حتى تتاكد واش شتي بعويناتك الانترفيو كامل 40 دقيقه، شفتي السياق، شفتي الاسئله، شفتي شنو جاوبت. راه ما قلت والو، والناس اللي عارفين الحقائق عارفين ما قلت والو، بالعكس جي اسكيفي دي كيسيون باش تبقى العلاقه ديالك انت وطريقتك راقيه وما كاين حتى شي مشكل. اوكي، على الاقل انت تكون مرتاح مع راسك، هذا هو الهدف. نقول لك واحد الحاجه، انستغرام اولا السوشيال ميديا بصفه عامه كيبينوا لك حاجات ماشي ضروري كاملين صحاح، وانا ماشي اول واحد ماشي اخر واحد غيقول لكم هذه الهضره. ساهل الصحيح يبان لك خطا والخطا يبان لك صحيح، وربي اللي عالم بالاشياء اللي انا عارفهم، ماشي زعما عليا انا ولا لا، ولكن تشوف حاجات، تشوف الواقع وتقارنوا مع فيرتوال، ديكالاج كبير. بون دابا عندي ما يتقضى. اوكي، غنجاوب في هذا الموضوع، نناقش معكم ان شاء الله غادي لان وجب الجواب هذا الموضوع بالضبط، وغنقول لكم علاش خاصني نجاوب هذه المره، حيت ابو جاد معروف ما تيجاوبش، ولكن هذه المره ضروري. دونك خليكم معايا بلاتي ان شاء الله ونهضروا في هذا الموضوع. السلام عليكم. اما الموضوع الثاني اللي منتشر في الاكسبلور هو موضوع سلامات ابو البنات. هذا الهاشتاغ هذا طلع بزاف، وخصوصا المشهد اللي مثلته سلمى صلاح الدين اللي كانت كتولد فيه. هذا المشهد هذا اللي لقى مجموعه من التشجيعات ومجموعه من الاعجابات عند المتتبعين ديالها، وقالوا باللي فاش شافوها كتولد يعني تفكروا الولاده ديالهم، لانها تقنات الدور بواحد الشكل كبير، وباللي الاكثريه من العيالات بكاو تفكروا ديك اللحظه فاش حتى هما شدوا المولود ديالهم.
اما الموضوع الثالث اللي منتشر في الاكسبلور المغربي هو موضوع مسلسل بنات العساس، وخصوصا المشاهد اللي جمعت منى فتو ودنيا بوطازوت اللي كيبينوا فيها واحد المرحله ديال الشباب ديال جوج ديال البنات اللي مثلوا فيها الشباب ديالهم. دنيا بوطازوت كدير الكرينات ومنى فتو داروا ليها القصيصه. هاد المشاهد هادو عرفوا مجموعه من الانتقادات حيت كيقولوا بلي الشكل ديالهم او اللاج ديالهم غير مناسب انهم يمثلوا الفتره ديال الشباب ديال جوج ديال البنات، وهذا الشيء عرض المسلسل مجموعه من الانتقادات اللي ما كانتش في صالح المسلسل. وايضا جواد قناه رجع وطلع في الاكسبلور المغربي من بعد التصريحات الجريئه اللي قالهم مع سلمى اقصبي في البرنامج ديالها. ومن بين هاد التصريحات هادو اللي هو قال باللي جزء من الشهره ديالو كيرجع الفضل ديالها لدنيا باطمه والصداقه اللي كانت تجمعهم ولي ستوري اللي كانوا كيديروهم مع بعضياتهم. والان مشاهدينا غادي ندوزو لفقره ستوريات. واول ستوري غادي نشاركو معكم هو ستوري نهيله باربي، واللي صرحات في لي ستوري ديالها باللي شاركات في برنامج خط احمر، وشاركات كذلك مع المتتبعين ديالها الوجبات اللي غادي يديروا في الفطور. نخليكم مع ستوريات. يا اهلا وسهلا كويدات غزالات، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كانت عندي حلقه مع خط الاحمر، حلقه زوينه غادي تعجبكم، فيها الجديد، فيها الجديد يا الجديد. اما الفنانه دنيا باطمه فشاركات فيديو لها لابسه واحد القفطان اسود بالطرز المغربي، شاركته مع المتتبعين ديالها وابدت الاعجاب ديالها بمجموعه من المصممين المغربيين او المصممات المغربيات الصاعدات وكذلك تشجيعاتها لهم. غنخليكم مع الفيديو. اما منال بنشليخه فشاركت كذلك مجموعه من اللقطات من السلسله ديالها الرمضانيه دايزو القوام مع الممثل عدنان بوحجه. هاد اللقطات هادو اللي كانت كاتبه عليهم بلي كتمنى فرجه ممتعه للمتتبعين ديالها وبلي سعيده بهاد التجربه جديده في الحياه ديالها. اما الفنانه بلقيس الخليجه فشاركات مجموعه من الصور من البشره ديالها مع المتتبعين ديالها، وقالت باللي هي كاي سيده عندها مشاكل في البشره ديالها مثل الهالات السوداء، الهالات السوداء، الخطوط الرقيقه، ثقوب البشره، بشره مختلطه. فقالت بانها فرحانه بهذا الشيء وانها مقتنعه براسها وما عندهاش مشاكل مع نفسها. اما الفنان عمر لطفي فجا زياره لنواحي مدينه اكادير باش يزور الجده والجد ديالو، وشارك مع المتتبعين ديالو مجموعه من لي ستوري اللي فيهم المائده الافطار ديالهم وكذلك صور مع جده وجدو، وقال للمتتبعين ديالو بانه محتاج فتره نقاهه باش يرتاح ويحيد ستريس ديال الخدمه اللي كان قبل رمضان. لا باش كيفهم العربيه شويه كيفهمش الحق. والد قلنا له ما علمتيناش الحق. يا ايوا جدا تبع والله لا عرفتي باش نكون بلوكي وهذا الشيء هذا ما قادرش، ما كرهتش تكون انت والجيتار ونهل لك هنا كاع. والله العظيم كاينه الجيتار، ما جبناش الجيتار الصراحه. غادي نديرها جي تي كا سمعت جي تي كا توي جا جونكينا كادوني दुनिया ही दिल बार के जो कोई दुनिया है दिल बार هنا غادي تكون سالات الحلقه ديالنا مشاهدينا في دويره في الانستغرام. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في خبيرات وحدين اخرين وفي حلقه واحده اخرى. السلام عليكم ورمضان مبارك كريم.